الموضوع كان صغير جدا، ممكن يعدي في ثانيتين. بس حصل ايه؟ الموضوع كبر قوي، لحد ما بقى فيلم كامل في دماغك. والأجمل إنك أنت اللي كاتب الفيلم ده، وأنت بطله، وأنت اللي مألفه، وأنت اللي مخرجه. معاكم شادي الخولي، وده بودكاست هو احنا ليه كده؟ السلسلة اللي بنحكي فيها دايما عن مواقف بنعملها كل يوم وبنضحك عليها، علشان بصراحة احنا أبطال فيها. وحلقة النهاردة يا صديقي عن مهارة غريبة جدا، ازاي نعمل من الحبة قبة بس باحتراف. الموضوع انه حد قال كلمة، موقف بسيط حصل، حاجة ممكن تعدي كده في نفس اللحظة وخلاص مفيش أي مشكلة. بس أول ما تمشي دماغك يقولك تعالى بقى نشتغل يا معلم، ونبدأ بقى. هو قال لي كده ليه؟ هو كان قصده إيه بالكلام اللي قالهولي ده؟ طب هو بصيلي ليه أنا بالذات بعدها على طول؟ وفجأة الكلمة بقت قصة، وتدخل بقى في استديو تحليلي، ولا تحليل الدوري الإنجليزي، تفصيلة ورا تفصيلة، جملة ورا جملة، لحد ما توصل لنتيجة تحليلية عظيمة فيها حاجة كبيرة بتحصل. وصديقنا التاني ولا الهوى ولا هو هنا، قال الكلمة ومشي ونسيها كمان بعدها على طول، وانت لسه قاعد بتحلل الشوط الرابع في الاكسترا تايم من المباراة العظيمة اللي في دماغك انت بس. وسؤال حلقتنا النهاردة يا صديقي المحلل، ايه الموقف اللي حصل معاك وعملت منه من الحبة قبة؟ مستني اجاباتكم في الكومنتس وتقولولي كبرتوا المواضيع ازاي. حصل موقف كده مع واحد صاحبي، قال لي جملة عادية، قال لي يا عم انا شفتك امبارح على الكورنيش وانت ماشي وبتاكل ترمس. عادي، عديت الكلام في ساعتها، بس بعدها قعدت افكر فيه، وافكر وافكر، لحد ما الموضوع كبر في دماغي جدا. هو يقصد ايه؟ هو فاكر اني كنت مع مين؟ ده انا كنت ماشي مع اصحابي. وبعدين اكتشفت انه ولا في دماغه اصلا حاجة، بس هو انا اللي في دماغي. اوقات تحس ان دماغك شغالة شوية مؤلف وشوية مخرج وشوية محلل وكمان بيعمل مونتاج، ويطلع لك فيلم درامي وثائقي تقيل على موقف مدته ممكن تكون 10 ثواني مثلا. اللي بيحصل ومن غير ما ناخد بالنا إننا بنروح دايما لأسوأ احتمال، يعني حاجة بسيطة تتحول في دماغنا لموضوع كبير، مش عشان هي كبيرة، عشان احنا كبرناها شوية. والموضوع ده ساعات بيبوظ حاجات حلوة. ممكن انت تكبر موقف بسيط وتفهمه غلط وتاخد على خاطرك وتبعد، وصديقك التاني مش فاهم أصلا إيه اللي حصل، تلاقي نفسك زعلان وهو عايش حياته عادي خالص، وانت مقتنع إن الموضوع كبير، بس الحقيقة إنه كان ممكن يعدي بسهولة جدا. مش كل حاجة تستاهل تفكير، ولا كل كلمة ليها معنى، في حاجات كتير اتقالت وخلاص. طيب نعمل إيه بقى؟ المرة اللي جاية يا صديقي لما دماغك يبدأ يكبر الموضوع، جرب توقفه وتقول له استنى يا دماغي، هو أنا بعمل فيلم ولا الموضوع عادي؟ وهتلاقي أغلب الحاجات أبسط بكتير مما أنت متخيل. خليك مرن وعدي، مش كل حاجة محتاجة تعمل لها من الحبة قبة. أوقات العادي هو أحسن حل. هتكتشف إن نص الحاجات كانت هتعدي، بس لو سبتها تعدي. ما تنساش سؤال حلقتنا النهاردة، ايه الموقف اللي حصل معاك وعملت منه من الحبة قبة؟ مستني اجاباتكم في الكومنتس وتقولولي عملتوا ايه وكبرتوا المواضيع بزيادة ازاي. دي كانت حلقة النهاردة من بودكاست هو احنا ليه كده. كنت معاكم انا شادي الخولي، واستنوني في الحلقة اللي جاية. مع السلامة.